السلام عليكم. فيديو النهارده غريب شويه عن المحتوى بتاع التشانل، ولكن انا قلت لكم قبل كده ان المحتوى بتاع التشانل سبيسيفيكلي عني او عن الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها. فحاجه انا عملتها وكانت صعبه، ولما كنت نزلت فيديو عنها قبل كده الناس كانت مهتمه جدا لما كنت بعالج تساقط الشعر بتاعي في اول مره. انا استعملت المينوكسيديل علشان خاطر اعالج تساقط الشعر لمده تقريبا حوالي 7 سنين، ولكن اللي ما يعرفش المينوكسيديل بس الفكره ان هو بيأخر شويه المحتوم، يعني هو بيأخر فكره انك بس شعرك هيقع شويه صغيرين. فكده كده كان لازم يا اما تعمل حاجه من الاثنين، يا تتقبل فكره ان انت هتبقى اقرع، يا اما تعمل زرع شعر. انا عندي 27 سنه، اتجوزت من حوالي شهر زي ما انتم عارفين، فما كنتش جاهز قوي لتقبل فكره ان انا هبقى اقرع في السن ده. ماشي، ما عنديش مشكله يعني لو يحصل الوضع بعدين، بس عندي 27 سنه يعني. فقررت ان انا اعمل هير ترانسبلانت، قررت ان انا اعمل عمليه زرع شعر. عملتها يوم 28/5 اللي فات. الموضوع طلع اكبر بشويتين ثلاثه ما انا كنت فاكر، فعلشان كده لاي حد مهتم ب ان هو مثلا يحافظ على شعره، او ان هو يعمل هير ترانسبلانت، او يعرف العلاج بالظبط، لان فعلا المينوكسيديل هيجي فتره وبعد كده هيخونك، او اي حاجه غير الهير ترانسبلانت هيجي فتره وبعد كده خلاص الموضوع انتهى يعني. وده اللي حصل معايا بالظبط. وشكلي كان اكبر من سني بكتير، يعني كنت بمشي مع والدتي يعني ربنا يديها الصحه يعني، وكانوا بيقولوا لها اخوكي، او كانوا بيقولوا لها ده جوزك والكلام دوت. وبعدين برضو فرق الشكل بيني وبين مراتي كان كبير، مع ان احنا سبريتد مثلا بحوالي سنتين ثلاثة، ولكن الفرق بيننا كان في الشكل تحس ان انا اكبر بكتير، فالموضوع ما كانش مريح، فعشان كده قررت ان انا اعمل هير ترانسبلانت. المهم بقى اخش في التفاصيل بتاعت العمليه. العمليه صعبه، العمليه صعبه واصعب بكتير ما انا كنت فاكر. صعبه ازاي؟ انا هحكي لكم عن التفاصيل، وطبعا انتوا اكيد كده شفتوا على السب نيل الشكل اللي انا كنت فيه ده كان حقيقي، مفيش اي حاجه فيه تركيب خالص. في شويه كمان فيديوهات هبقى احطها لكم. المهم انت بتحجز العمليه، بتاخد قبلها مضاد حيوي ب3 ايام، وبعد كده بتروح يوم العمليه. العمليه بتكون طويله جدا 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 فوق ما تتخيل، يعني العمليه بتاعتي كانت حوالي 8 او 9 ساعات. عملت ايه بقى بالظبط؟ بتروح وبعد كده بقى بيحلقوا لك شعرك خالص خالص، يعني اقل حتى من يعني مفيش خالص، مبيبقاش في اي حاجه باينه. بتحلق شعرك خالص، وبعد كده بقى بيكون في دكتور بيشيل الشعر من جذوره بالكامل، لدرجه ان هو تقريبا بيشيل زي ما تقول حاجه كده قريبه من سنتي او 3/4 سنتي كده اهوت من جوه دماغك حوالين الشعره. ماشي. وبعد كده بيشيل دي كلها بره، مش بيشيل شعر بس، يعني بيشيل دي كلها كده بره، فبتبقى عامل زي خرم صغير كده في دماغك. بيعمل بقى من الخرم ده قد ايه على حسب عدد الشعرات اللي انت هتشيله. الخرم ده بياخد له شعره. ماشي. فانت الفكره، او بياخد البصيله كلها، يعني عشان خاطر لو في حد بيتكلم مش شايف ما يستغربش، يعني بياخد البصيله كلها. فهو بيحاول ان هو ياخد لك حوالي 3000. انا العمليه اللي عملتها انا زرعت 3000 جرافت من ورا لقدام، عملت 3000 خرم صغير من دول في دماغي. شكل الاخرام دي عامل ازاي هبقى اوريكم فيديو. الاخرام دي طبعا ما ينفعش ان هي تتخيط، او ما ينفعش ان هي تحط حاجه مثلا ان هي ما بتتكتمش، الكلام ده كله ان هي بسبب البنج اللي انت بتاخده، لان انت طبعا بتاخد بنج الاول خالص، بتاخد حقن كتير بنج، والبنج بيوجع جدا. وانت بتاخد البنج بيوجع جدا، لان انت بتاخد بنج موضعي، انت صاحي طول العمليه، ودي اكتر حاجه مقرفه. فبتاخد البنج الاول، البنج بيوجع، وبعد كده بياخد بقى الشعر من ورا. وبعد كده انت بتريح، بتاكل مثلا، بيديك مثلا حوالي ربع ساعه. ماشي. وبعد كده بقى بتيجي بقى للمرحله اللي بعد كلمه صعبه بكتير. بيزرعوا الشعر ازاي تاني؟ اللي هم طلعوه دوت، هم خرموا دماغك، خدوا كل شعرايه فعملوا لك 3000 خرم ورا، بيعمل لك 3000 خرم تاني قدام. فبيبقى فيه زي مشرط كده، بيعمل لك فيه زي نقره كده اهوت مكان، علشان خاطر يحطوا جوه الشعرايه بطولها. فبرضه هبقى اوريكم منظره من ده عامل ازاي قدام. فبيفضلوا بقى ان هم يركبوه. المرحله دي تقريبا بتاخد لها عشان خاطر حد، يعني يبقى في 3 تقريبا شغالين في دماغك، حد من هنا، حد من هنا، حد من ورا. اللي ورا دوت بيبقى بيرش بس مي، محلول ملحي، علشان خاطر الدم ما يتجلطش. لو الدم اتجلط هيموت البصيله، فما ينفعش ان يكون في دم متجلط خالص، فحد بيرش محلول ملحي عشان ينزل الدم. وانت بتقعد تنزف تقريبا 6 ساعات كلها يعني. كان الموضوع صعب. انا بتهيألي خسيت في اليوم ده. وبعدين بنت كانت بتركب من المره دي، كانت بتركب من هنا، والمره دي كانت بتركب من هنا. بتركب الشعر بقى، كل واحد واخد ناحيه، وبعد كده لا خدي 50 دول، لا انا هاخد ال 50 دول، لا خدي انت ال 100 دول، ومش عارف ايه. كان موضوع فاضي شويه، بس بعد ما تخلص يعني تحس انت في الاخر خلاص، انت الشمس وحشتك اساسا. انت قاعد فوق العمليات دي بقى كتير قوي.
فبتفضل قاعد محطوط مكانك كده اهوت، مفيش اي حركه لا شمال ولا يمين، جعان مفيش عشان تروح الحمام، مش تعمل اي حاجه، مش تعمل اي حاجه، انت ما ينفعش تفصل. فالسيشن بتبقى 6 ساعات وانت قاعد بتلعب فيهم مثبت صنم. لدرجه ان انا جيت في العمليه رحت عامل كده، يعني انا كان في بس ميه بتنزل على وشي من المحلول الملحي، فرحت عامل كده ماشي. فكده ديت راحت قافله على الشعر، راحت طارده حبه بره، قالت لا ما تعملش كده تاني، ما تعملش كده تاني، مش عارف ايه، راح مصرخه في وشي كده اهو. فضلت حتى مش عارف اعمل بوشي كده، حتى الكلام كان بيخرج بعض من الشعر وكده يعني. العمليه نفسها كانت عمليه صعبه. فخدنا 3000 من ورا، وبعد كده راحوا زارعينهم قدام، يعني عملوا خرم من ورا خد منه الشعرايه، وبعد كده خرم قدام قعدت فيه الشعرايه. تمام. وبعد كده بعد ما بتخلص خلاص بيروحوا غاسلين لك دماغك كويس بالمحلول الملحي، وبعد كده بيروحوا يلفين لك يعني هي زي ضماده كده بس كبيره قوي كبيره قوي بقى، بيحط لك قطن بقى، وبعد كده بيروح مبستر دماغك كلها ماشي. والمفروض ان انت ما تغيرهاش يومين. فبينزل دم كتير جدا لدرجه ان هي بتبقى شربت خلاص، شبعت مش هتعرف تشيل اكتر من كده، والدم بيقعد ينزل على ظهرك، يقعد ينزل على ظهرك، يقعد ينزل على ظهرك. مشكلتنا هنا في حاجه، المشكله هنا ما بتبدا ان اسوأ مراحل العمليه بعد العمليه. يعني شوف بقى كل الصعوبه اللي انا حكيت لك في العمليه دي كوم ماشي، وبعد العمليه بقى كوم تاني. بعد العمليه انت ما ينفعش تغسل شعرك، فانت لازم ما ترشش عليه غير محلول ملحي. فانت حاسس ان انت جسمك في حاجه غلط لما ترش محلول ملح كده، بتحسسك ان في حاجه غلط. يعني انت لما بتنزل مثلا من ميه الملح على جسمك، يعني انت مش مريح. فكان في طبعا ملح على الدماغ وعلى وشي، طبعا مش عارف ان انا اشيله. فبنقعد بقى نرش طول الوقت، لان انت ما ينفعش ان الدم يطلع ويتجلط، وبعدين انت عندك جروح، انت عندك 3000 جرح في دماغك، ف 3000 هنا و3000 يعني 6000 جرح في دماغك تقريبا. ففي دم كتير قوي بينزل من كل حته ماشي. فانت مش عارف تعمل اي حاجه غير ان انت لازم طول الوقت، يعني حرفيا قال لي كل 10 دقائق هتفضل ترش على دماغك ميه مالحه، ميه محلول ملح يعني مش ميه مالحه. فالمهم الحته بقى اللي كانت رخمه هنا بقى، خلاص انا تعبان ومرهق طول اليوم والكلام الجميل ده كله، اروح انام بقى، اروح انام بقى، لازم اروح انام. تيجي تحط دماغك ورا ماشي، انت ورا كنت عامل 3000 خرم وهم واجعينك موت، مفيش. تيجي كده الاخرام برضو خد بالك لان هو بياخد من المنطقه دي كده كلها، يعني مش عارف اوريها لكم ازاي، كده 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 كده، يعني الحته دي كده، الحته دي كده ماشي. فهنا برضو في مش هتعرف تنام كده ومش هتعرف تنام كده ماشي. ولو نمت لقدام انت ممكن الحته دي كده اهوت، لان انا كنت زارع فيها الحته دي كده اهوت تلمس، فمطرح ما لمست خلاص هتخسر الشعر اللي موجود، فهتبقى عندي حته فاضيه والدماغ يعني هيبقى شكلها صعب جدا. فمش هينفع ان انا انام على وشي، مش هينفع انام على وشي، مش هينفع انام على جنبي، مش هينفع انام كده، ومش هينفع انام ورا. حلها بقى، حلها بقى، شوف هتنام ازاي. الحل الوحيد اللي انا لقيته ان انا رحت لافف فوطه كده طلعت حاجه تدقني، ورحت قاعد نايم كده حرفيا. ده كان المنظر اللي كنت نايم فيه، كنت نايم كده. ممكن مثلا نزلت شويه، كل ما انزل شويه افتكر ان في حاجه هتلمس دماغي واروح قايم مخضوض. بعد كده بقى انت الدم اصلا اللي بيقعد ينزل على جسمك ما بيخليكش تعرف تنام اصلا غير دقايق. فانت زي ما تقول ايه بيغمى عليك بس كده 10 دقايق، وبعد كده بترجع تاني للقصه اللي انت فيها. بيعدوا اول يومين، واول يومين هم اصعب حاجه بصراحه. يعني اليوم بتاع العمليه واليومين اللي بعده دول يعني بص مش هتعرف تعمل فيهم اي حاجه في الحياه خالص. بعدها بقى بشويه الجروح اللي ورا تبدا تلحم ماشي، بتحسسك ان الدنيا تمام ماشي. وزي ما انتم شايفين بس كده ايه ورا، هو ما تحسش ان في فراغات ولا اي حاجه. فال 3000 اللي اتشالوا مش محسنك ان يعني انت ما خسرتش حاجه، انت ممكن مثلا تشيل من ورا 10000 وانت زي الفل يعني. فالعمليه دي ممكن تعملها 3 مرات، هم اصلا بيعملوا حساب ده قدام. فبالنسبه للنتائج بقى بتظهر ازاي، انا كنت فاكر ان عمليه زرع الشعر انا خدت من ورا حطيت قدام والموضوع انتهى على كده ماشي. ما طلعش الكلام ده حقيقي خالص، طلع ان الشعر اللي انت حطيته قدام بيقع، وبعد كده بيبدا بقى ان هو ينتج خلايا على مدار من اول يوم انت بتعمل فيه العمليه لحد بعد كده مثلا بتكتمل الموضوع بالظبط من 6 ل 8 شهور. فبعد اول يوم، بعد اول شهر قصدي، بدات خلاص بقى الشعر كله اللي انا زرعته في العمليه وقع. كنت بقوم من على المخده والاقي في شعر كتير جدا على المخده. وبعد كده من تاني شهر بدأ بقى ايه زي ما بتقولي العمليه تندع شويه، بدأ شويه شعر يطلعوا، وبعد كده بشويه 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 لحد بقى لما دخلت عند الفرح. الفرح كان بعد العمليه، ده صار 6 و7 و8. الفرح كان بعد العمليه ب3 شهور. 3 شهور ما كانش برضو النتيجه لسه ظهرت لحد دلوقتي، النتيجه لسه مش احسن حاجه في الحياه. مع ان لو بصيتوا كده تلاقوا ان انا بعيدا عن الاخرام اللي موجوده ديت ماشي، ان انا عندي كونديشن تانية، بس يعني في شعر. وانا برضو هوريكم فيديوهات وصور ساعة وقت بعد العملية ده كده. أنا يعني قبل وبعد كان عملية زرع الشعر عملت معايا قد إيه أو فرقت معايا قد إيه، ولسه النتيجة ما خلصتش، يعني لسه شعري هيرجع يتقل تاني أكتر من كده. تمام. فبتظهر بقى معاك بعد كده من تاني شهر، يعني بنبدأ من تالت شهر رابع شهر خامس شهر سادس شهر لحد ما توصل لتامن شهر بتكتمل كل نتيجة العملية بالكامل. بتاخد بقى شوية فيتامينز، بتعمل جلسات اسمها جلسات بي ار بي، بياخد من دمك وبعد كده بيطلع منه البلاتيت ريتش بلازما.
وبعد كده بيروح حقنها تاني في دماغك. الحقن بتاعت الدماغ دي برضه بتوجع، بتعملها مره كل شهر. ماشي. وبتبدا بقى تشوف بقى النتيجه بقى من 3 ل 4 شهور. ولكن اخر حاجه انا كنت عايز اقولها في الموضوع دوت، لو انت مش عارف ان هي ورثت او لا، او تستاهل ان انت تعمل العمليه او لا، لان العمليه مش غاليه، هي كلفتني تقريبا حوالي 30,000 جنيه. وبتتعمل اقل من كده كمان. انا بس رحت عشان خاطر ايه؟ رحت يعني قلت اعمل دكتور مضمون، فرحت للدكتور احمد مكاوي. ف العمليه مش غاليه، ريليتيفلي مش غاليه للدرجه، بس هي لو انت عايز تعرف هي ورثت ولا لا، او تستاهل العناء بتاعها او لا، ولكن بصراحه هي تستاهل. فكره ان انت تكون مثلا في نص العشرينات وبعد كده حد يختلط بيك مثلا انت في اواخر الثلاثينات، دي مش لطيفه خالص. هتحس ان انت فاهم يعني، اتجبرت تكبر يعني تكبر في السن كده اجباري. فمش لطيفه، مش لطيفه. و اوفر اول انت عارف لما بتبص في المرايه بتحس ان انت مستريح اكتر مع اللي انت شايفه. صدقني دي بتبوست نفسيتك اكتر ما انت متخيل. فلو انت بتسال العمليه ورثت ولا لا، فصدقني ورثت جدا 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 جدا، ومع العناء اللي انا شفته ده كله، ولكن انا برجح العمليه. فلكن كده كده ده قرارك، انا مش هعرف اقررك عنك. انا قلت لك العمليه مشيت ازاي، ودي كانت تجربتي فيها بالظبط. العمليه كانت ب 30,000، او في جلسات بلاتريتش بلازما اللي هي البي ار بي. وبيطلع بقى النتيجه بتاعتك من 6 ل 3 شهور. والاسبوع بتاع العمليه ده اسبوع قاسي جدا 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 جدا، ويوم العمليه من اقصى الايام اللي انت ممكن تعيشها في حياتك. عايزين بقى كده نتكلم بقى النهارده عشان خاطر الحمد لله مهم جدا. ماشي، فاحنا عارف كده كده هموت. يا نهار ابيض على الناس يا جدعان، يا نهار ابيض على الناس، يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع الله، فاكر يا جدع الله. فاحسن قرارك، وبالتوفيق لكم كلكم. Big love. The beast.